أسهل وأسرع طريقة زيتون مخلل هنعملها في البيت. معايا هنا كيلو من الزيتون التفاحي غسلته كويس، جبت هنا 200 جرام من الملح وحطيت نصهم على الزيتون، وجبت النص التاني من الملح ضربته مع ربع كيلو من الفلفل الأحمر الحامي أو البارد، و5 ليمونات ضربتهم في الكبة. طبعا هنا الزيتون بنفرزه، بخلي الزيتونة اللي هي لونها محمر شوية ده بحطها على الوش، لأن هي دي أول زيتون لازم يتاكل عشان بيستوي بسرعة. بجيب هنا شوية من القرون الشطة اللي انتوا شايفينها دي، وكمان بجيب ليمون بقسمه نصين علشان أخلّيهم فوق وأضغط بيهم الزيتون. بعد كده بانزل بكمية الملح الموجودة في البولة من تقليب الزيتون. باجيب هنا العلبة دي اللي بنشتري فيها الجبنة من السوبر ماركت، باقطع كده الغطا بتاعها وباحطها كده على الزيتون كده، واحاول إن أنا أكمّخه أو أضغطه علشان ما يطفوش على الوش. باحط هنا المَيّة بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، ما بتكونش لآخر البرطمان، لإن كمية الزيتون بتنزّل مَيّة. بعد كده باجيب كيس تلاجة وباقفل البرطمان كويس جدًا وبألف هنا وشفا.